أهلا بيكم. عالم التجارة اللي احنا نعرفه بيتغير تماما، والموضوع مش مجرد بيع وشراء أونلاين وخلاص. لا، دي تعتبر ثورات حقيقية بتعيد تشكيل كل حاجة حوالينا. فاستعدوا عشان هنغوص في قلب التحول ده ونفهمه سوا خطوة بخطوة. والحقيقة اللي لازم نبدأ بيها هي دي سرعة التغيير في التجارة النهاردة، يعني ملهاش مثيل في التاريخ. اللي كان بينجح امبارح ممكن قوي ما يكونش مناسب خالص بكرة، وده بقى هو الواقع الجديد اللي لازم كلنا نتكيف معاه. طيب، ده يوصلنا للسؤال المهم بقى. إيه هي المحركات الأساسية اللي ورا كل التغيير ده؟ يعني إيه اللي بيخلي عالم التجارة يتشكل من أول وجديد بالطريقة دي؟ يلا بينا نكتشف الإجابة. أول جزء معانا هو إننا لازم نفهم إن قواعد اللعبة نفسها اتغيرت. كلمة تجارة نفسها بقى معناها أوسع وأعمق بكتير. يعني كتير مننا لما بيسمع كلمة تجارة بيجي في باله بيع وشراء، صح؟ بس الحقيقة إن الموضوع كبر عن كده بكتير. التجارة الحديثة دي عبارة عن منظومة كاملة، سيستم على بعضه، بيشمل كل حاجة من أول العمليات والتسويق ولحد تجربة العميل نفسه. كل ده بقى جزء أساسي من المعادلة. والسبب الرئيسي طبعا ورا التوسع ده هو التكنولوجيا. الرقمنة خلت التجارة الإلكترونية هي الأساس، وبعدين دخل الذكاء الاصطناعي عشان يخلي المنظومة دي أذكى وأحسن. وده اللي بيودينا لأول ثورة معانا. الثورة الأولى، التحول الرقمي. وهنا بنتكلم عن إزاي التكنولوجيا قدرت تكسر نماذج الشغل القديمة تماماً وخلقت واقع جديد خالص. والنقطة دي بتوضح الفكرة بشكل عبقري. بصوا كده معايا على المقارنة دي. على اليمين تكاليف المكتب أو المحل العادي اللي كلنا عارفينها، إيجار وكهرباء ومرتبات. وشوفوا بقى على الشمال التكاليف في العالم الافتراضي. الفرق واضح جدا طبعا. التحول الرقمي بيوفر فلوس كتير قوي، وبيفتح الباب لشركات ما كانتش هتقدر تبدأ أصلا. فالمستقبل واضح إنه أونلاين. والموضوع مش بس توفير فلوس، لا، ده كمان بيقدم تجربة أحسن وأسهل بكتير للمستهلك. ده غير إنه بيفتح أسواق جديدة في كل مكان في العالم. تمام. دلوقتي بعد ما الشركات اتحولت للعالم الرقمي ظهر تحدي جديد، وهنا تيجي الثورة التانية. إن طريقة إدارة الشغل نفسها، يعني الأوبريشنز، كان لازم هي كمان تتغير. وهنا السؤال المنطقي هو، طيب إزاي الشركات دي ممكن تفضل منافسة في البيئة الجديدة دي؟ إزاي تقدر تدير شغلها بكفاءة مع كل التطورات دي؟ واحد من أهم الحلول اللي ظهرت هو اللي بنسميه الأوت سورسنج أو الاستعانة بمصادر خارجية. ببساطة شديدة الشركة بتجيب شركة تانية متخصصة تعمل لها جزء معين من الشغل، زي مثلا خدمة العملاء أو المحاسبة أو التسويق. لكن هل الحل ده مثالي؟ لا طبعا. الموضوع فيه مقايضة. من ناحية هو بيقلل التكاليف جدا وبيخلي الشركة تركز على الحاجات الأساسية بتاعتها، لكن من ناحية تانية ممكن يعمل مشاكل زي عدم استقرار الموظفين أو حتى يبطئ الإنتاج. فالموضوع قرار استراتيجي محتاج دراسة كويسة قوي. ودلوقتي تعالوا نبص على الصورة من فوق شوية. الثورتين اللي فاتوا دول أثروا على العالم كله، وخلونا ندخل في الثورة الثالثة، اللعبة العالمية أو العولمة بشكلها الجديد. في الأول كان حلم العولمة كله تفاؤل، فكرة إن سهولة التجارة والتواصل دي هتخلق عالم مفتوح ومزدهر لكل الناس. لكن نفس السهولة والانفتاح ده خلق نقط ضعف جديدة، وبدأ البعض يبصوا للموضوع على إنه تهديد للأمن القومي. وده بيورينا قد إيه الموضوع ده معقد وليه وشين. بس بالرغم من كل المخاطر دي، الخلاصة إن العولمة بشكل عام كانت مفيدة اقتصادياً لأغلب القطاعات، حتى إنها ساهمت في نمو اقتصادات دول نامية كتير، وده طبعاً تأثير إيجابي محدش يقدر ينكره. طيب، بعد ما اتكلمنا عن التكنولوجيا والعمليات والعولمة، فاضل أهم قطعة في البازل ده كله: الإنسان. إيه المطلوب مننا كمحترفين ومتخصصين في العالم الجديد ده؟ دي بقى النقطة الحاسمة. في عالم بيتغير بالسرعة دي كلها ما ينفعش أي حد يفضل واقف في مكانه. كل متخصص في أي مجال ليه علاقة بالتجارة لازم يطور مهاراته باستمرار عشان يقدر يفهم ويتعامل مع التحديات الجديدة. التعليم المستمر ما بقاش رفاهية، لأ، ده بقى ضرورة عشان الواحد يقدر يفضل في المنافسة. وبكده نوصل للسؤال الأخير اللي هنسيبه مفتوح للتفكير. مع كل التكنولوجيات الجديدة اللي بتظهر كل يوم زي الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، يا ترى إيه هو شكل الثورة الرابعة اللي جاية في عالم التجارة؟ ده سؤال المستقبل اللي كلنا بنحاول نلاقي له إجابة.